طريقة عمل الكرشة، أول حاجة طبعا بننضفها، دي طريقة تنظيف ليها بتكون سريعة يعني. بتحاولي تشوفي الحرف بتاع طرف الكرشة اللي هو الجلدة اللي احنا هنشيلها دي، وبتنزعيها بالشكل ده. بتكون اسهل طبعا من التنظيف العادي. ممكن تنضفيها العادي بتحط عليها مثلا بيكنج باودر او كده، بتشتريه من العطار عشان ما يكونش غالي عليك. انا بفضل طريقة النزع دي، بنزع القشرة كلها مش محتاجاها، المهم عندي تكون نظيفة في اسرع وقت. فدي دي طريقة لو حبيتي تعمليها بتوفر عليكي وقت يعني. دي طبعا الجلدة بترميها، وادي الكرشة بقى هي قدامك. بعد ما نضفناها بالشكل ده، هاجي بقى ايه، اقصها زي الشريط كده كلها من الحرف، وافضل الف كده حوالين الحرف لغاية لما اخلصها كلها في النص. انا كنت عاملة شريطة اهيت هوريها لكم اهيت. دي بقى عملت الشريطة دي. بعد كده بتقصيها بالمقص قطع صغيرة، لازم تكون قطع صغيرة، لان هي طبعا ما تكون بتستوي في الحلة بيكون يعني طعمها مجل، يعني عامل زي الجلدة كده شوية، فانت بتقطعيها تقطيعة صغيرة. ودي طبعا الفشة حطيتها معاها. الفشة على قدر الامكان برضو بتقطعها تقطيعة صغيرة حوالي سنتي ونص. هنا كانت كبيرة بالنسبة لي يعني، فانا بقولك ان انت تصغريها شوية عن كده. بتضيفي لها بقى شوية خل، وربع كده كوباية خل، ومعلقة ملح. ما تزوديش الملح عشان ما تشربش الملح منك وتكون حادقة. هنا بعد كده بتصفيها بقى في المصفى. بنحضر بقى الدقة بتاعتها، فلفل وتوم بتدقيهم وتحمرهم في الزيت، وبعد كده تحط عليهم ايه، الطماطم، صلصة الطماطم. على حسب طبعا الرغبة. اول ما بتغلي بتحط بقى الكرشة والفشة معاها، بتسيبها تقريبا حوالي مثلا نص ساعة او ساعة الا ربع. وادي شكلها بقى بعد ما خلصت. بتقدميها مع رز ابيض وبألف هنا وشفا. ما يستحبش طبعا ان انت تعملي عليها فتة، لان الدمعة بتاعتها بتكون تقيلة شوية. والسلام عليكم.